بونسوا، أنا سام. تخيل بأجمل يوم من أيامك وهو إنه اليوم اللي راح تتجوز فيه البنت اللي بتحبها، يجيك كائن هلامي فضائي من خارج الكوكب، بومبوكا، ينزع عليك كل شيء معلم، يطالع شغلات وأسرار عنك، يفضح غيمك. وانت بتعمل لنا مش عارف ايه. طب احنا معانا رحله جديده اهو. ها الجديد بتاعك ده وانت. وطبعا اول شيء بوجه تحيه للتايم الاردني على التويتر، لانه ما شاء الله تخطوني بمرحله كشف الاسرار، بين قوسين كشف الفضائح. يعني الجماعه مبدعين بهذا الامر، او بحاسس حالي اني مايل انه انا ثلاث ارباعي اردني، لهيك عم طالع هذا الابداع تبعي تبع كشف الاسرار والفضائح. طبعا الترند حاليا بكل مكان على التويتر بين سند هذا الكائن الهلامي الفضائي، تمام، وبين هذا الشخص اسمه عمر، يوتيوبر يمكن اغلبكم بيعرفوا او ربعكم بيعرفوا. طبعا انا ماني جاي لقول لك هذا فلان غلط، هذا فلان ندل، هذا فلان لازم ما يعمل هيك، هذا فلان لا حبيبي، هاي الامور تركتها للعالم على تويتر يحكوا فيها. انا جاي لقول لك انه لا تعلق طموحك بالمشاهير، وهاي انا يعني الهدف تبعي. ونشوف الشيء اللي صاير والفضايح، وراح تنصدموا انصدام. وفي عندي تعليق على موضوع سوريا وفلسطين بالنهايه. ما خطبت، قسما بالله ما بمزح، والله خطبت. حاب احكي لكم انه يا جماعه لقيت جوهره والله. طبعا هذا بعد ما الزلمه اجى وخطب، ما بلشت تطلع الفضايح من واحد اسمه سند، هذا الكائن الهلامي اللدش، تمام، وبلش ينشر فضايح. بس يعني فضايح يا شباب شي يا لطيف، شي يا لطيف، مو شي خفيف، شي يا لطيف. بس الفيديو ساعة اضرب معلم، وهو بامريكا. خلينا نبلش بالفضايح. طبعا هذا الفيديو انا ما راح اوقفها يعني للشاشه، بس مشان المصداقيه، مشان العالم تقول لي لا انت عم تحكي عليه هيك بدون دلائل ومدري شو، الزلمه بلكي لا مصدوم. ليك حبيبي، هاي شايف، هاي صورته وهي الحساب تبعه، فيكم توقفوه وتتاكدوا، او بس ما بنصحكم توقفوه، لانه يا شباب يا بنات السوالف ما كتير كويسه، بس مشان المصداقيه يعني. وهلا راح اشرح لكم مين اللي سرب هي المحادثه وشو صاير، شو صاير برو. يعني شيء لطيف. طبعا بتمنى ما حدا يكون بيعرف يحكي انجليزي مشان ما حدا يقراها، لانه سوالف كتير. مو زائد 18 زائد 32، يعني هي بعد مرتبة المتزوجين برو، عرفت كيف؟ بس انا راح انشر مشان المصداقية، يعني انا مشان ما يقولوا ليش عم تنشروا ومدري شو. هي المحادثة كاملة، يعني انتم شايفينها عم فايتة، يعني مستحيل اللي بقل كذب او فيتشوب. وين السيف على راسه، ها مبين نظامي فات على الحساب تبعه، بس لانه حاضره ما بين قديش المتابعين. هاي امه وهي ابوه. انت راح تقول لي طيب شو هاي المحادثات، شو مين هذا عمر؟ راح اقول لكم، راح افهمكم اياها بطريقه سلسه وسريعه. عيوني هاي المحادثه انتشرت. ليش طفيت الضوء؟ ايه بس سوكي فصل الضوء الحيوان. هذا معلم سند كيف جايبه لهذا السي دي ما بعرف، جايب الكشايف كلياتها. المهم جاب له اياها ونشرها. ايمت الزلمه بعد ما خطب طب نشروا الفيديوهات. من جايب الفيديوهات؟ في بنت كانت تتواصل مع هذا عمر وعايشين علاقه حب. هي البنت مو كنو هي عربية ساكنة بأمريكا وبتحبوا لعمر، وكان بيناتهم علاقة حب. المهم كانت عهاد ومتأملة انه ياخذها ويتزوجها. لما شافت عمر تزوج، تمام، خطب وسحب عليا، هي قالت لك معلم، تعرفوا انتوا البنات يعني الله يكفينا شركم. ايه لا لا ترى بنات انا معكم ها. المهم هي البنت تعملت شو بدها تساوي، كانه في تواصل بينه وبين سند، او بتعرف سند متكاون مع هذا عمر. راحت جابت المحادثه ولم عطتها لهذا سند. هذا سند شو بيساوي؟ هذا معلم ما عنده مستحى الزلمه. هي سالفه المستحى نسيانه، ما بعرف وين مضيعها فاقدها. المهم الزلمه على ابساط احمدي، يعني انا بحب في هي الشغله، رغم انه كلياته تخبيص بتخبيص، بس بحب انه على بساط احمد الزلمه. المهم جاب معلم ونشره. نشر اول شيء صور، اجت العالم صارت تقول له انت كذاب وفتشوب ومتشوب. بتعرفوا انتوا الفانزات الدن المتعصبين، ما بعرف ليش بيتعصبوا، يتعصبوا بس على الشيء حق، ما يتعصبوا على شيء مو حق. المهم جاب معلم نشر لهم الفيديو، قال لهم تفضلوا. معلم مخ عمر خالص فقع. هاي البنت من كتر ما يعني حاقدة عليه، قالت عليه وعلى هذا بدي افضح حالي وافضحه. طبعا هي لسه ما كشفت عن حالها، بس معلم فضحته لعمر. عمر شو بيقوم بيساوي؟ بيطلع بتبرير يا ريت مو طالع بامه.
يعني لو مو طالع بهذا التبرير اشرب. كيفكم؟ انا عارف انه اغلبكم مصدوم من الاشاعات اللي عم تطلع على السوشيال ميديا، يعني خصوصا بيوم خطبتي. يا سبحان الله، بيوم خطبتي اللي انا بعلن فيه فعلاً اني انا خطبت ومبسوط وبلشت حياه جديده مع خطيبتي، طلعت هاي الاشاعات. يا سبحان الله، تابعوا لي على التوقيت. اوكي، بدي اوضح بعض الامور لانه صراحه عم بشوف كثير على السوشيال ميديا تبهير واتهامات وكلام، يعني بصراحه يعني انا مصدوم منه. وبدي اوضح بعض الامور كمان لانه ما بدي تاخذوا القصه بس من منظور واحد وتعتبروا هذا المنظور هو المنظور الصحيح والوحيد. فبحكي لكم بعض الامور من منظوري انا حتى توضح الصوره اكثر لكم، خصوصا الناس اللي بتحبني وبتتابعني، وحتى الناس اللي ما بتتابعني وما بتحبني اقل ما فيها تكونوا عارفين مين عمر، لانه بالاخر يعني ما راح اسمح لاي حدا يشوه سمعتي او اي شيء. اول شيء بدي ابلش احكي لكم اياه انه انا بامريكا، انا عايش بامريكا لي 7 سنين. يعني انتم عارفين هذا الموضوع بامريكا ما في مزح. تمام، بس دقيقة على هذا الامر يا شباب. هو بامريكا البنت اللي عم يتواصل معها تحت سن ال 18، وانت اذا عم تتواصل مع بنت تحت سن ال 18 مو مثل بلادنا. يعني بلادنا يمكن يتزوجوها عادي، بس تحت سن ال 18 باوروبا او بامريكا يا شباب فيها بلاء كتير. يعني شيلكن عن المزح وشيلكن عن المسخرة، بيروح فيها الزلمة والله. اذا مسكت عليه والله بيروح فيها يعني حرام. خلينا بهي، انا بدي اكون منصف، يعني بتروح امه للزلمة. خلينا نكمل باقي التبرير. كان كله صحيح. هل انا بصور لكم هذا الفيديو؟ هل انا اصلا موجود؟ لانه بصراحه هذا الموضوع خصوصا بامريكا ما فيه مزح، ما فيه بودوك ورا الشمس، خصوصا لشخص عنده نص مليون متابع، خصوصا لشخص عم فعال على السوشيال ميديا. فعلى مؤاخذه بدل ما هي تروح للشرطه، الشخص اللي هي فعليا قاصر وفعليا هي تضررت مني وانا عملت لها كل هذا وانا الشخص السيء هذا، بدل ما تروح للشرطه وتروح لاهلها، لا راحت للنبي المرسل. يا سبحان الله، وبيوم خطبتي بيوم خطبتي. طب الشخص اللي بنشر هاي الاشاعات كلكم عارفين مين هو؟ تقول انه راحت لنبي مرسل، اكيد ما راح تروح لشيخ الجامع خويه. يعني انت عامل شغلات زيكو ميكو، ما بدنا نحكي خويه يعني بالمحادثه، في شغلات ما فيني احطها اصلا، بيتبند الحساب يا اخي. اكيد ما راح تروح لعند نبي مرسل. وين في اوسخ انسان على وجه السوشيال ميديا بدها تروح لعنده؟ على سالفه يوم خطبتك، هي صح يعني صواب إلك، بس اكيد بدها تروح يوم خطبتك لانه هي البنت كانت متأملة انه انت بدك تحبها وبتحبها خوية. يعني انت بتحبها وعلى اساس بدك تتجوز، اكيد بيوم خطبتك المخلوقة خالص فقع مخها يا زلمة. يعني كمان حس بالبنت يا اخي، حس بالبنت اللي قاعدين عم يتهجموا على البنت يا اخي، وعم تقول فضحت حالها وعيب ومدري شو. ما عاد يتحمل. كمل. كلكم المشكله اللي بيقهرني فيكم، كلكم عارفين مين هو هذا الشخص، كلكم عارفين شو هو محتواه، كلكم عارفين انه كل يوم بيطلع قصه لشخص معين، واجى الدور علي اليوم وبكره حيجي دور واحد ثاني وثالث ورابع. يعني ما وصلنا لمرحله احنا عارفين مين هو هذا الشخص، بس لا كلامه صح، نبي مرسل وناسين طبعا القصص الثانيه اللي كان طالع عليه، وبرضه نفس القصص اللي هو بيتهمني فيها برضه عليه موجوده. مع الموضوع اخوي جماعه، يعني عدم مؤاخذه، انا واخوي يلي جديد صار عمره 18 19 سنه، الجديد داخل جامعه، يا سبحان الله صرنا انا وعاملين انا ويا كارتيل عاملينها، ويعني ما ضلش غير فيها ترافيكينج، هيومن ترافيكينج ما ضلش غير فيها. يعني انه والله انا برن عليه ولا انا هذا وبنبدل شو الحكي الفاضي هذا؟ بالاخر بدي احكي لكم اياه، انا تواصلت مع كل الجهات الامنيه والقانونيه، تواصلت مع الاف بي اي ورفعت قضيه للاف بي اي، وطبعا رفعت قضيه للشرطه الامريكيه والشرطه الالمانيه، وعندي محامي بامريكا وعندي محامي بالمانيا، وحتى بالاردن عندي محامي، بسبب التشويه اللي صار على السوشيال ميديا، لانه الاتهامات اللي وصلتني يعني مو طبيعيه ابدا، مو طبيعيه. يوم ما عم يخوفني مشان ما انشر عنه. عمر عيوني انت دخيل روحك، انا ما سالفة خوف، انا بس راح ابرد، راح اشرح الموضوع بمنطقية. انت عم تقول انه هذا الشخص انتم بتعرفوا ماضي، مو بالضرورة اذا الزلمة ماضيه كله وسخ، ماضيه وحاضره ومستقبله الا اذا تاب وسخ يكون الزلمة ما بيصدق بهي السالفة نظامية. هي خلصانين من عندها، هي لا حدا يناقشني فيها بالتعليقات. الموضوع نظامي والمحادثة نظامية، بس تبريرك مو منطقي ابدا. انه والله جاي انت تدافع عن نفسك بتجي بتغلط على الشخص، لا ما هذا ما بيعني انه لا، مو بالضرورة اذا انا بكره الكيان لازم احب ايران، لا انا بكرههم الاثنين. هلق جايين علي هي السالفة، الاثنين انا ضريت منهم، انا كسوري ضريت من الاثنين. انا لازم يعني اذا انا ضد الكيان كون مع ايران، واذا انا ضد ايران كون مع ما له علاقه. يعني انت عم تقول انه والله انتم بتعرفوا لهذا الشخص انه شو ماضي وكذا تجوا تصدقوني، ومشان سالفه اخوك مو بالضروره عادي يعني يكون عمره 16 سنه ويكون زغبي، ما له علاقه يعني. بنعرفه. لا خلينا نشوف صحيح تاريخه لهذا سند. روحتي لحفله نيكي ميناج، هي فزعه عشائريه، فزعه عشائريه، من حقنا نوقف مع بنت عشيرتنا نيكي ميناج. So fat is bustin', back so full is bustin', driving foreigns, bitches bustin'. I'm tryna ball, I just caught me some hoops, blonde on my inches, brown on the roof. Candy apple sticking red back, not the street. Caught me them cute double C's on my boot. حبيبي عمر، انت جاي تخوف هذا الكائن انه انت فيك تفضحه. كيف بدك تفضحه اكثر من هيك خويه؟ ما هو الزلمه عامل اكثر من العدو بنفسه، يعني انت مستحيل تعمل اكثر من اللي هو عامله بنفسه، يعني مستحيل خويه، يعني هاي متفقين عليها. يعني هذا الزلمه ما عنده اعداء، عنده عدو واحد هو نفسه فقط. لا هيك في قاعده انا بتبعها، اذا كان عندك نقاط ضعف، هي النقاط الضعف انت اكشفها.
مشان ما يعني ما تصير سر وكذا ويكشفوها. يعني انا اذا عندي شغلات وفضايح انا بكشفها خوي، مثل رجله بكشفها عادي يعني. تمام، مشان ما حدا يجي يهددني فيها. بتهددني انا بكشفها، ها عادي خالص، ما ضل عندي نقاط ضعف. مثل هذا الكائن الهلامي. طبعا الاخوه الاردني بنعرف انه هذا الشخص لا يمثل الا نفسه وما بيمثل العلم اللي لابسه، اصلا شوه العلم. نعرف اهل الاردن اهل نشامه واهل رجولي، لهيك هاي الامر خلصانين من عندهم. بلا صياح أرجوكم، بلا صياح. هيك رسالتي لعمر، يا عيوني الامر لابسك من راسك لاساسك، ما فيك تكذبه والله لانه هذا الشخص سيء. لا مو بالضروره، هو سيء بنعرفه سيء والكل بيعرفه سيء، بس هذا الامر نظامي. كان فيك تطلع بالفيديو شباب، ايه اوكي انا عملت هذا الامر، عملته في فتره من حياتي، انا غلطان تمام وعادي. كلياتنا انبياء على اساس يعني على اساس كلياتنا انبياء ما حدا بيغلط. بس هو يمكن ما قدر يقول هذا الكلام خوفا من الاف بي اي بامريكا. ولا تهدد بالاف بي اي لانه الاف بي اي راح يضبك اول واحد لانك عم تحكي مع بنت قاصر. بس الامر اللي انا يعني كتير شقني يعني من هذا عمر، وهون انا اللي راح اقلب عليك لما شفت هذا المنشور تبعه. ايه الله يحمي سوريا ويحفظ اهلها يا رب. حاولت اعمل بحث حتى افهم شو صاير اهل سوريا، شو صاير عنكم ولا ايه، واشوف مين الصح ومين الغلط. يخرب دياركم مين الصح والغلط. انا شفته بشار الاسد كتير لطيف وعم يطلع مقابلات ونثرب ثاي ونثرب مرطبات وكذا، كتير انسان لطيف. يخرب دياركم انتم بعدين انتم هدن الارهابيه حاطين تكون بتخوفوا. انا انتم الاشرار. إيه بس كل حدا بيحكي شكل. يا ريت اي حدا عايش في ارض الواقع وعاش كل الاحداث. عاش كل الاحداث خويي. مين عاش كل الاحداث؟ يعني يمكن بيطلعوا 15 واحد، البقايا والله اسفين يعني بدك تروح تلحقون على القبر خويي لانه بيكونوا مات. بقى انا رسالتي لعمر والله انا بحب فلسطين والله يحمي اهل فلسطين. بس صراحه انا كنت بدي انشر فيديو عن اهل فلسطين بس انا ما بعرف مع مين الحق. يعني كل واحد بيحكي شكل. عالم بتقول انه اسرائيل الجماعه مظلومين وهي الارض هاي لهم من زمان، كانوا مضطهدين واجا فرعون يوم طردهم من ارض فلسطين وهي ارض لهم الجماعه واجوا ياخذوها. بس انتم الاشرار جيتوا صرتوا تضربوهم وتسبوهم، تضربوهم بالحجاره وتبعتوا اولادكم وتسبوهم يعني. وفي عالم يعني بتقول انه لا هي الارض لاهل فلسطين يعني وهن فيها من زمان وهدن الاسرائيليين اجوا واحتلوا الارض. يعني صراحة أنا متوشوش. يا ريت إذا حدا عايش من الأحداث من عام 1948 يعني يوافينا بالأحداث، يعني عايش الفترة كلياتها يقلنا مشان أعرف شو أنا مين الحق ومين الشرير. يا زلمة مو مين ما بيعرف سالفة بسيطة وعامل بالأرض خنادق تمام، عامل فنادق تحت بالأرض، فنادق بس مظلمة تمام تبع الديب ويب، ومخلي نص بالسجن تحت الأرض ونص أموات وكان يقصفون. وفي عندك شعب لطيف تمام طلع بس قال له يا اخي نحن بدنا حريتنا يا اخي، حل عنا صار لكم حاكميننا 50 سنة وحل عنا. هي ابسط منه ما تعمل لي شغلي ولا بدك كيمياء. حاكم ظالم ديكتاتوري والشعب بده يطالب بحريته. اجى هذا الخنزير جاب ايران وجاب ميليشيات طائفيه وجاب روسيا وقصف هذا الشعب. كيمياء يعني كيمياء بدينا كيمياء يعني كيمياء سالفه لخيو كيمياء يعني معنا كيمياء ولو شباك يا زلمه. وهذا كان الفيديو اليوم، بتمنى تشتركوا بالقناه وتحطوا لايك وتكتبوا لنا تعليقاتكم واشتراكاتكم باللايك. شو اشتراككم باللايك؟ لانه تكتبوا تعليقات وكذا. نراكم في فيديو اخر. سي يو عبد القليل رفيقي.